السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ أتمنى يا رب دايما تكونوا في أفضل حال. طبعا احنا في الجو ده محتاجين وصفات الشتاء. القرص الطرية اللي محشية بالسكر والسمسم والقرفة تحفة، حلوة أوي في الوقت ده، وكمان سهلة وسريعة جدا. يعني إن شاء الله مش هتغلبك، مقاديرها كلها هتلاقيها موجودة عندك في المطبخ بطريقة بسيطة وسهلة هتعمليها. بمجرد تقدري تشوفي الفيديو تقدري تشتغلي فيها على طول، مش هتاخد معاكي أي وقت. بصوا حلوة أوي، كيلو دقيق عمل لي كمية محترمة جدا. بصوا الكمية دي كمان كنا واكلين منها طبعا، الأولاد أول ما بتخرج من الفرن بيشتغلوا فيها على طول، فهتديكي كيلو دقيق هيديكي كمية حلوة أوي. هبدأ على طول في المقادير بتاعتي. أول حاجة الخميرة الأولانية دي عبارة عن كوبايتين من الدقيق، عليهم 4 معالق كبار من السكر، معلقتين كبار من الخميرة الفورية، ورشة من الملح. بقلب المقادير الجافة كده مع بعض، وبعد كده بقى نفس الكوباية اللي أنا عيرت بيها الدقيق حطيت عليها كوبايتين من المَيّة الدافية، مهم جدًا تكون مَيّة دافية عشان تشغّل وتنشّط معايا الخميرة هي والسكر. تمام. هاغطّيهم واسيبهم يخمروا. كنت حابة أقول لِك إن الكوبايتين دقيق دول اللي أنا خدتهم من كيلو الدقيق، يعني بعد كده باقي مقدار الكيلو هاضيفه معايا دلوقتي، بس الكوبايتين دول من كيلو الدقيق، مش زيادة عن الكيلو، خلاص؟ بعد كده هاجي أحضّر معايا الحشوة. أنا قلّبتهم كويس جدًا عشان ما يبقاش فيهم أي تكتُّلات، وغطّيتهم وهاسيبهم يخمروا لحد ما يتضاعف الحجم. في الوقت ده هاحضّر معايا الحشوة عبارة عن كوباية من السكر، ونُص كوباية من السمسم، معلقتين كبار من القرفة. حُبِّك للقرفة أو يعني لو مش بتحبيها أوي ممكن تحطّي معلقة واحدة كفاية، بس القرفة صراحة ممتازة. خلاص، باقي كيلو الدقيق بقى هاجيب بولة هانزل فيه بباقي كيلو الدقيق، وعليهم كوباية من السمنة، بنفس الكوباية اللي باعاير بيها كل حاجة، وهاقلّب كويس جدًا لحد ما يمتزج معايا تمامًا. أضغط عليهم، أضغط كده بإيدي زي ما أنتِ شايفة، ألاقيها عملت قطعة كده تمام. خلاص بقى في الوقت ده طبعًا أنا مسافة ما حضّرت الحشوة وحضّرت الدقيق والسمنة مع بعض، كانت الخميرة بسم الله ما شاء الله زي ما أنتم شايفين كده مَلِت البولة معايا، وهابدأ أشتغل فيها على طول. خلاص، هابدأ بقى أعجن أهو. طبعًا أنا حبيت أحط كوبايتين مَيّة بس عشان لو احتاج معايا مَيّة ما فيش مشاكل، لكن ما يحتاجش معايا دقيق أفضل يعني، عشان أنا عايزة المعيار يكون كيلو دقيق وما تزوّديش دقيق، ممكن تزوّدي مَيّة لكن ما تزوّديش دقيق، فأنتِ المعيار كلّه كان معايا كيلو من الدقيق، خدت كوبايتين في الأول منّه وبعد كده كمّلت عجن بالباقي. خلاص، وهاعجن كويس جدًا. طبعًا أنا حسّيت هنا العجينة لسه محتاجة شوية مَيّة، فجِبت نُص كوباية من المَيّة الدافية وحطيتهم مكان الخميرة اللي كانت موجودة، قلّبتهم في بعض، ورُحت صبّيتهم وكمّلت عجن بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده. عجينة ناعمة ليّنة وطرية، مش بتلزّق معاكِ لا في إيدِك ولا في البولة. خلاص، عملنا كده عجننا العجينة وخدنا العجينة ممتازة بالمنظر ده. هنبدأ بقى نقسّمها. أنا هاقسّمها نُصّين في الأول طبعًا عشان أشكّلها، عشان ده كيلو دقيق فهياخد معاكِ وقت في التشكيل شوية، فلو أنتِ قطّعتِ الكمية كلّها هتلاقيها خمروا وتضاعف حجمهم، لكن أنا قطّعت نُص العجينة. هاقسّمها بالمنظر اللي أنتم شايفينه، النُص عمل معايا حوالي 25 قطعة. آآ فأشكّلهم وأحشيهم الأول، وبعد كده أشكّل الجزء التاني عشان هيكون طبعًا خِمِر شوية معايا، فأرجع أفِش التخمير بتاعه وأبدأ أشكّل زي ما أنتم شايفين. بُصّوا التشكيل معايا، أنا باخد قطعة كده وباطلّع من بين صوابعي قطعة كده قد الليمونة الكبيرة كده شوية، وهابدأ أرصّهم بالمنظر ده، أكوّرهم وأبدأ أرصّهم. أخلّص معاكم الكمية. عمل معايا مقدار حلو أوي، وريحة البيت كانت تحفة، ومقادير بسيطة وسهلة، وتاكلي حاجة كده في البيت نضيفة وعاملاها بإيديكِ. خلاص، تقدري كمان تعملي نُص المقدار عادي جدًا. خلاص، هنا ده كلّه نُص المقدار اللي معايا. خلاص، هاجيب بقى أول قطعة أنا فردتها عشان ما أنا شكّلتها عشان ما لمّا آجي أفردها بالمنظر ده ما تمُطّش معايا، فباجيب أول قطعة أنا قطّعتها، وبعد كده هاجيب نُص معلقة من الخليط اللي إحنا عاملينه مع بعض، القرفة والسكر والسمسم، وفي صاج مش مدهون، لإن هي فيها كمية سمنة حلوة، فمش محتاجين ندهن الصينية أبدًا.
خلاص شايفين بصوا، واروح مقفله عليها بالمنظر ده. تاكدي كويس جدا ان انتي قفلتي، لان السكر لو مش مقفله كويس هتلاقيه ساح منك في الصاج واتحرق معاكي في الفرن. خلاص، وهشكلهم بالمنظر ده وارصهم بصوره متباعده بالمنظر اللي انتوا شايفينه. بسيب بين كل واحده والتانيه مسافه بسيطه. هغطيهم بقى، ما خدتش معايا وقت في التخمير. على بال ما انا شكلت الصاج ده، قطعت النص العجينة اللي معايا الباقي. كان اللي هنا اللي في الصاج اللي انا مشكلاه كان خمر، دخلته الفرن. وهكذا كنت بدخل واشكل وادخل واشكل. عملوا معايا صاجين ونص. كمية حلوة قوي، بصوا ما شاء الله. حطيتهم في الفرن اللي في النص، في الفرن في الرف اللي في النص، على درجة حرارة 200. لمدة تلت ساعة. كانوا خد معايا لونه من فوق من تحت. في حد طلب مني ان انا اوريكم الفرن وانا بدخل السيجار، بس مش هتشوفي حاجة، لان انا ده فرن بوتاجاز، النار مش بتبقى باينة فيه. انتي بتظبطيها بالتايمر او بدرجة الحرارة بالمفتاح بتاع الفرن، مش بالفرن الصاج هي. تمام. بعد ما بيخرجوا من الفرن انا بغطيهم، بسيبهم يهدوا شوية، وبعد كده بدهنهم دهنة بسيطة من السمنة، عشان كده لونهم يبقى بيلمع معايا وشكلهم كده يبقى حلو. وممكن تستغني عنها عادي جدا. خلاص بصوا شايفين شكلهم حلو قوي، والريحة كانت خطيرة جدا جدا. بصوا، لذيذ، طرية وهشة وجميلة يعني دي الكيلو دي بيديكي مقدار كبير وحلو. خلاص بصوا شايفين، ده صاج واحد. معايا كان صاج تاني نفس الحجم ونفس الكمية، وصينية تاني صغيرة كان فيها حوالي 8. خلاص بصوا، ممكن تصغري حجم القرص بتاعتك. كل ما صغرتي حجم القرص، بصوا شايفين شكلها ولا كأنها عجوة أو شوكولاتة، لذيذة جدا. بس أنا حشوة السكر والقرفة دي الحشوة اللي محببة ليا. انتي ممكن تستبدليها بأي حاجة تاني براحتك، ممكن تحطي لها عجوة، وممكن تحطي لها ملبن، ممكن تخليها سادة زي ما انتي حابة. تمام. أنا خلاص. هشة كل ما صغرتي كنت بقول كل ما صغرتي حجم القرص معاكي كل ما اديتك كمية أكبر، وكل ما كبرتي حجم القرصة معاكي كل ما اديتك كمية أقل. فالحجم اللي بيطلع لك ده على حسب تقسيمة العجين ليكي. تمام. متهيألي أنا قلت كل حاجة. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، ولو حابين مني أي وصفات أو عندكم أي استفسار لأي وصفة من وصفاتي، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس وأنا هرد عليكم بمجرد ما بشوفه. وهكون معاكي خطوة بخطوة في عمايل أي حاجة. وإن شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وأشوفكم في الفيديوهات اللي جاية بإذن الله، والسلام عليكم.